كتير بيجوا العيادة ويقولوا إن وزنهم مش عالي قوي، وزن مش كبير، لكن عندنا مثلا البطن كبير، أو عندنا أرداف كبيرة، أو الدراعات مليانة. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين، وكبار سن، وذوي أمراض مزمنة. الحقيقة إن دي اسمها سمنة موضعية، وده ليه أسباب وحلول مختلفة عن السمنة العادية اللي هي في الجسم كله. الأول تعالوا أقول لكم يعني إيه سمنة موضعية. السمنة الموضعية دي بتبقى عبارة عن تراكم دهون في منطقة معينة زي البطن والأرداف والذراعين، ومش شرط يكون الوزن كبير. طيب أسبابها إيه؟ ممكن يكون خلل في الهرمونات زي هرمون الاستروجين عند السيدات، أو الجينات في بعض الأجسام بتخزن دهون في مناطق معينة، أو قلة الحركة وتمارين المقاومة، أو نظام غذائي فيه سكريات ونشويات كتير قوي. في غلطة منتشرة في وسط الناس، بيفتكروا إن هما لو عملوا تمارين بطن البطن دي هتنزل، ودي غلطة منتشرة جدا ومش حقيقية. طب أمال الصح إيه؟ تعالوا أقول لكم. الحل العملي إن إحنا نبدأ في نظام غذائي متوازن متناسب لجسمنا، ونعمل تمارين مقاومة عامة للجسم كله. كمان لازم أحاول أحسن من نومي وأقلل التوتر اللي بتعرض له. ممكن ندخل بحبة علاجات مساعدة زي علاجات تفتيت الدهون أو أجهزة معينة، بس ده بعد ما اشتغل على الأساس الأول. لو عندك مشكلة في منطقة معينة ومش عارف تبدأ منين، ابعتلي في الكومنتات وهنحدد سوا هنبدأ منين وإيه الأسباب وإيه هو الحل.